في الشوط الثاني؟ محرز كان افضل لاعب في الشوط الاول. لازم نلعب بنفس الطريقه يعني نعم. بنفس البدايه اللي بدينا بها، يعني الضغط عالي، تبحث على الهدف الثاني، ولكن ما يلزمش تغييرات كبيره. صحيح بعض التعديلات خاصه في وسط الميدان، انتشار يعني عندما اللاعبين دائما لا الانتشار واضح. عندما تكون في انتشار التنشيط الهجومي بالطبيعه يعني تلعب بثلاث مهاجمين ولا اربعه، ولكن المشكل في الدور. نعم. يعني المجهودات اللي تقوم بها الدفاعيا، دورك الدفاعيه هذه ناقصه، لازم تعديلات من نعم. هذا الجانب. نعم، وننتظر تغييرات مهما يكون إذن في هذا الشوط الثاني، خاصة اللاعب الذي نشاهده زفان. شكرا للكباتن. نعود مرة أخرى للزميل حفيظ دراجي مباشرة إلى ملعب مصطفى تشاكر. الجزائر هدف، كاميرون هدف. حفيظ تفضل، الخط معك. شكرا جزيلا لك زميل الاخضر بريش. بسم الله مجددا مشاهدي الافاضل، اينما كنتم نرحب بكم الى ملعب مصطفى تشاكير ومجريات الشوط الثاني من مباراه الجزائر الكاميرون. هدف لهدف. تركنا الشوط الاول الجزائريون كانوا متقدمين بفضل هلال العربي السوداني قبل ان يتمكن المنتخب الكاميروني من تعديل النتيجه ربع ساعه بعد ما سجلنا الهدف الاول. المنتخب الجزائري من دون تغيير على الاقل في بدايه هذا الشوط الثاني مع مبولحي وزفان غلام كادامورو مجاني بودبوز قديورة وطايدير السوداني على الجهه اليسرى، محرز الجهه اليمنى واسلام سليماني راس الحربه في الخط الامامي. منتخب الكاميرون ببطاقتين صفراوين لكل من جاجوي والنيوم يلعب باوندوا في حراسه المرمى. حارس كان متميز في الشوط الاول، انقذ مرماه من كرات كثيره صعبه. على الجهه اليمنى نيوم، اويونغو على الجهه اليسرى، جيجو مع نكولو في وسطيه الدفاع، جاتشوي في وسط الميدان رفقه شوتشين، صالي الجهه اليمنى، ايبونكي إيكومبي على الجهة اليسرى، وثنائي الخط الأمامي موكانجو رفقة فينسون أبو بكر. ضربة الانطلاقة أعطيت من قبل حكم المباراة من جنوب إفريقيا دانيال بينيت. ما زالت الجماهير الجزائرية متفرجة على هذه المباراة وعلى السيناريو الحاصل لحد الآن. انطلاقة من هلال وفي خطأ يقول حكم المباراة صالح المنتخب الجزائري ولصالح رياض بودبوز. قلنا لك هذه مباراتك يا رياض وهذه الكاميرون، وهاي المواعيد اللي ارضيه الميدان هي اللي تتكلم. يعني نتمنى تكون في المستوى اليوم وتسمح لنا باش تسمح لرفقائك باش يسجلوا هدف ثاني وثالث، لما لا. الكره من هناك على الجهه اليسرى في اتجاه فوزي غلام، يلعبها مع رياض بودبوز. رياض راح فوزي، يراوغ رياض، يبحث عن الثغره. رياض يرفع كره لم تمر، هلال العربي السوداني لم يتمكن منها. اسلام اخطات يا اسلام، يتبع فيك الحكم يا اسلام. الحكم حطك في عينيه خلاص، حطك في راسه، كل هفوه بخطا، يعني حتى ولو لم تخطئ يصفر لك خطا. الكره هي هكذا، لما يحطك الحكم بين عينيه يبقى فقط يتبع فيك ويراقبك، وبعدين تتنرفز انت مع الوقت. الكره بعيده للامام، التغطيه من مجاني، يلحق على هذه الكره ويخرجها للتماس بعد الراسيه الاولى من مهدي زفان. لازم تشعل المباراه، لازم يشعلها الجمهور ويشعلوها اللاعبين بمهاراتهم وفنياتهم وهجماتهم. هي هادئه جدا. اي نعم، هي المباراة الأولى ليست هي المؤهلة إلى المونديال، ولكن هي 3 نقاط ستكون مهمة جدا. كرة عند إيكومبي، يستفيد من تماس بعد تدخل من مهدي زفان في غياب كما قلنا عيسى مندي، غياب نبيل بنطالب في وسط الميدان، وزن كبير صار عنده بالنسبة في المنتخب الجزائري. الكرة تنفذ التماس، ترجع على الجهة اليسرى في اتجاه أويونغو، يبحث عن الثغرة. شوف يا رياض، يا رياض حط رجلك من أمام أويونغو، يمر عليك بكل سهولة، يوزع كرة والتغطية الدفاعية. حتى الجماهير تبدو أنها خايفة وقلقة. أي نعم، كتبت اليوم في تغريدة بأن هناك إحساس يراودني اليوم بأن المباراة ستكون صعبة، لكن هذا ليس كافيا لكي نبقى هكذا أو لكي نبقى نتفرج على المباراة. أي نعم، مباراة صعبة وواضح بأنها صعبة ومتوقع أنها تكون صعبة، مثل ما ستكون مباراة نيجيريا صعبة وزامبيا صعبة وفي الكاميرون صعبة. هي الكرة هكذا، لكن هذا لا يعني بأننا نبقى نتفرج على الكاميرون وهي تلعب، ونبقى أيضا نلعب في الدفع هنا من الخلف. حكم المباراة يصفر خطأ لصالح إسلام سليماني ارتكبه على النيوم. هنا سبق إسلام المدافع والنيوم فيه الدفع. لو تزيد تعطيله بطاقة صفراء، لأنه
هذا الامر يصير مفيد. يلا لو يسنفدها رياض محرز يكون افضل، لان يكون فال هدف ثاني. الكرات الثابته والركنيات دائما كان ينفذها رياض بودبوس، مش عارف رياض بودبوس في نهايه المطاف هو ينفذ الركنيه القائم الاول بالراس في القائمه الثانيه والتغطيه الدفاعيه. ارجع يا مجاني، ارجع يا مجاني انت بعيد، ارجع يا مجاني انت بعيد، والانطلاق على الجهه اليسرى كامرونيه. ارجع يا مجاني قلنا لك ارجع، ارجع يا مجاني قلنا لك ارجع. كره صعبه لصالح المنتخب الكامروني، حذاري يا غلام. اولالا حذاري يا غلام، كره صعبه الانطلاقه من هناك من إيكومبي، التغطيه من فوزي غلام، خرج الكره مباشره للتماس. حسن الحظ عدلان قديور رجع، وكذلك فوزي غلام رجع. يقول بروس يدرك قيمة هذه المباراة وقيمة المباراة الأولى وقيمة منتخب الجزائر، ويدرك أيضا بأن المنتخبان اللذان تأهل شارك في المونديال الأخير طبعا سيحرم واحد منهما من المشاركة في المونديال المقبل. هكذا أرادت القرعة، سيحرم منتخبان كبيران من بين الثلاثة، نيجيريا الكاميرون والجزائر. الانطلاقه في وسط الميدان لصالح عناصر المنتخب الكاميروني. شوف الوضعيه، شوف الوضعيه تاع اللاعبين الجزائريين متجمعين في اماكن. كره عرضيه بعيده، حذر يا زفان. معليش يا زفان، ولد صغير عمرك 23 سنه، لم تلعب كثيرا هذا الموسم. طبعا الضغط كبير عليك، لانه انا متاكد بانه في غرف الملابس تحدثوا معك كثيرا، ورفقائك ايضا يتحدثوا معك كثيرا، ولكن ركز شويه، حاول انك لا تخطئ اخطاء فادحه تكلفنا غاليا. نحن كذلك يجب ان نرافقك في هذه المباراه. كره ركنيه كامرونيه في تنفيذها المتميز بنجامين مونكونجو، في تنفيذ هذه الركنيه. حذاري يا مجاني، حذاري من الكرات الثابته، حذاري من ابو بكر. الحكم المساعد رفع الرايه من هناك، الحكم المساعد رفع من الرايه من هناك، شكرا لك. ويصفر خطا لصالح المنتخب الجزائري ودفاعه في وقت كرسي الاحتياطي هي في نفسه لاخذ اماكنهم عدد كبير من اللاعبين في انتظار التغييرات التي سيحدثها ميلوفان رايباتش. في وسط الميدان الكره سفير طيدير يلعب مباشره مع الياسين كادامورو. اطلع يا مجاني، اطلع يا مجاني، اطلع يا مجاني. كادامورو عرضيه الكره باتجاه رياض محرز. لا يا ياسين، لا يا ياسين، نلعب كرات في الارض ونلعب كرات بينيه ونلعب كرات قصيره. رياض محرز اعطيله في الرجل، رياض بودبوس في الرجل، اسلام هلال العربي السوداني ايضا في الرجل، وحتى اسلام. كره بعيد في التماس، اويونغو تغطيه دفاعيه من عدلان قديوره يؤدي ما عليه. رياض محرز في الوسط يلعبها مع سفير طيدير، سفير طيدير عدلان قديوره سوى سفير، ما زالت عند عدلان. طلبها رياض بودبوس في وسط الميدان، استلمها من عند سفير طيدير. للامام يا رياض، للامام يا رياض، للامام يا رياض، للامام يا رياض. بعيدة الكرة هذه على فوزي غلام، راحت مباشرة ضربة مرمى. منتخبنا اليوم مش عارف نقصته شوية حيوية. هل احترم المنتخب الكاميروني أكثر من اللازم؟ هل خلل في منشط اللعب؟ هل غياب ياسين إبراهيمي وسفيان فغولي مؤثر إلى هذه الدرجة؟ ومندي ونبيل بنطالب؟ مش عارف. كرة جال يسرى، أويونغو عرضية في العمق، حذاري الياسين، يتفوق كادامورو وكذلك سفير طيداري، حتى مباشرة لفوزي غلام، يلحق عليها فوزي ويخرجها بعيدا للامام في اتجاه اسلام. راح اسلام، راح اسلام، راح اسلام، راح اسلام، راح اسلام، جول! راح اسلام، راح اسلام، وراح اسلام. ذكرتنا بكرة المونديال في البرازيل يا اسلام. كرة بعيدة كانت عشوائية من فوزي غلام، واسلام كاد يفعلها. الكرة على اليسرى في اتجاه اويونغو. حتى انا راني منكمش اليوم في تعليقي، ممكن راحتوا علي هذا الشيء. في التعليق على المباراة منكمش شوية، لأنه حاس بصعوبة هذه المباراة. إسلام سليماني شوف سبق المدافعين ثقال سبقهم بسهولة، يعني كرة كانت بعيدة عليه ولحقها وسبقهم. كرة في وسط الميدان كامرونية، تغطية من عدلان قديورة، تروح في الوسط لصالح اللاعب سوتشوين. يسار عدلان يتفوق من أمام سوتشوين، يلعب عدلان مع رياض لازم يخرج، بودبوز لازم يخرج.
او الامتحان، هذا امتحان وليس امتحان كبير جدا بالنسبه لرياض بودبوز. انت معطلنا رياض صراحه، خليني مش متعود نقول على لاعبين بهذا الشكل، ولكنك اليوم انت معطلنا صراحه. هلال العربي السوداني من هناك على الجهه اليسرى يستفيد من لمسه يد، يقول حكم المباراه يلا جماهير المنتخب في حاجه الى ان تدفع شبانها وتدفع اشبالها في هذه اللحظات من عمر المباراه لصالح سفير طيدير. سفير مع رياض بودبوز، ترجع له سفير مره ثانيه، ضيقوا علينا اللاعبين الكامرونيين. تروح لعدلان قديوره، عدلان قديوره يغير تماما على الجهه اليمنى مباشرة لرياض محرز. شوف ثلاث لاعبين يجوا رياض، يراوغ رياض محتفظ بالكرة، رياض بالعقب لزفان، زفان يوزع كرة خطيرة بين أحضان أندوا. لعبة رائعة من رياض محرز في اتجاه زفان، التوزيعة لم تكن موفقة. ياسين إبراهيمي وأول تغيير في التشكيلة الجزائرية ياخذ مكانه أكيد 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 في مكان رياض بودبوس. اول تغيير تروح لسفير طيدان في وسط الميدان، سفير يرجع لعدلان قديوره، من هناك غلامي عدلان، عدلان قديوره يفضل يبقى هنا مع سفير طيدير، سفير طيدير اتجاه ياسين كادامورو، على الجهه اليسرى تروح لهلال العربي السوداني يلعبها مع فوزي غلام، دخل غلام من الوسط، غلام وهلال، غلام يوصل اليورو، كادت تمر هذه الكره لهلال، رائعه جدا من هلال مره ثانيه، وفوزي غلام والحكم يقول خطا، الحكم يقول خطأ لصالح المنتخب الجزائري. من المفروض ياسين إبراهيمي يصنع الفارق اليوم، من المفروض ياسين إبراهيمي اليوم يصنع الفارق مع دخوله في هذا الشوط الثاني من عمر المباراة. كرة في المخالفة لصالح المنتخب الجزائري من هناك بعد 10 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني. نعم رياض بودبوز يخرج ويدخل ياسين إبراهيمي في هذه اللحظات. الكرة مرفوعة في القائمة الأول والدفاع يخرجها، ما زالت عند عدلان قديورة، عدلان يحتفظ بها، عدلان يلعبها ممتازة في وضع التسلل. الحكم يقول نعم عدلان كان ينتظر خروج رياض محرز من وراء التسلل، رياض لم يخرج، أو هلال العربي السوداني، ولكن هلال لم يخرج. شوف أنا كان ينتظر فيك، وضع التسلل واضحة واضحة. نعم حكم المساعد أشار لها، كانت واضحة وضعية التسلل من هلال العربي السوداني. خذ وقتك يا أنضوى، عادي وطبيعي من حقك أنك تأخذ وقتك. 11 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني، هدف لهدف صارت النتيجة. مباراة في حاجة إلى دفع إضافي، إلى رتم إضافي. هل اللاعبين الجزائريين قادرين اليوم على زيادة الرتم في هذه المباراة؟ عارفين بأنكم قادرين، ولكن هل قادرين اليوم؟ أتحدث عن اليوم، لأنه الكرة والمباريات فورمة أيضا. نعم أنت لاعب وأنت منتخب وأنت فريق كويس، ولكن هل أنت في أفضل أحوالك؟ هذا السؤال مطروح. ياسين إبراهيمي أولى الكرات من هناك على الجهة اليسرى، يتوغل من الوسط، يلعبها لإسلام، يوصلها مباشرة لعدلان قديورة. هاي الكرات تلعبها يا عدلان، عدلان يبحث عن رياض محرز يوصلها لزفان، انطلق زفان على الجهة اليمنى، مضطر يرجع للخلف لعدلان قديورة وكذلك رياض محرز. كان اللاعبين مع دخول ياسين إبراهيمي انتعشوا شوية، ولو أنه ما لمس كرات، ولكن معنويا الكرة معنويا ممكن يزيد فيهم، يزيد يدخل سفيان أيضا معنويا يزيد فيهم كذلك. لو أنه الآن رياض بودبوز أي نعم، سفيان فغولي ليس بعد، حتى تغيير ثاني ليس بعد. الكرة من هناك لفوزي غلام، طبعا نصير كلنا مدربين وكلنا نعرفه وكلنا سامحوني على كل حال. كرة كامرونية من هناك على الجهة اليمنى، التغطية من فوزي غلام، حذاري تروح مباشرة لياسين كادامورو، يغطي كورتو ويلعبها أرضية مباشرة مع سفير طيدير. سفير مع مجاني، مشي الكرة وسرع الكرة يا سفير. مجاني سرحها، ما تسرعش ولكن سرحها. مع عدلان قديورة في وسط الميدان من عند زفان. سفير طيدير مش قادرين يزيدوا في الريتم، حس بأنهم بدنيا مش قادرين يزيدوا في الريتم. رياض محرز، مهدي زفان، راح رياض محرز يرسل الكرة بعيدة لإسلام. التغطية الدفاعية مرتاحين دفاع الكاميرون لأنهم غير منزعجين، لم يزعجهم المنتخب الجزائري كثيرا. ياسين إبراهيمي الآن في وسط الميدان يبحث عن أحد الرفقاء، يجد زفان، رجعت لعديان قدرون، عديان لياسين. ياسين حذاري، ياسين انت تزيد تجيب لنا البطاقة الصفراء الثانية للمدافع الكاميروني. عرضية الكرة بعيدة لهلال، كاد يمر فوزي غلام متأخر، ترجع الكرة للخلف لنكولو مع حارسو، يرجع له مرة ثانية. خذ روح
والتغطيه الدفاعيه. عدلان قديوره مره ثانيه، تلعب مباراه كبيره يا عدلان. يا زفان يا زفان يا زفان. تغطيه من زفان كورولتو راحت مباشره للتماس لصالح المنتخب الكامروني. نقترب من الربع ساعه الاول من عمر المباراه. رجعت للخلف في اتجاه تشيجو. زال متخوف المنتخب الجزائري، الكامروني ايضا متخوف. هل هناك وضعيه تسلل؟ نعم، تسلل من كارل توكو ايكومبي لاعب نادي اونجي في الخط الامامي لتشكيله منتخب الكامرون امام انظار ميلوفان رايفاتش. هل تعلم يا رايفاتش بانك مدرب للجزائر؟ هل تعرف بأن هذه المباراة في إطار المونديال؟ هل تعرف بأن المنافس اسمه الكامرون؟ هل تعرف بأنه ليس هكذا نفوز على الكامرون؟ هل تعرف بأن التعادل أي نعم لن يكون كارثة، ولكن سيزيد الضغط على اللاعبين ويزيد عليك الضغط أكثر فأكثر. جماهير المنتخب الجزائري المتفرجة اليوم كنا نعتبروها مثل. الكرة وصلت من هناك من هلال العربي السوداني لفوزي غلام. فوزي وهلال. فوزي وزع كرة ممتازة والدفاع رفعها شوية يا هلال يا فوزي للتماس. يقول حكم المباراة يمشيوا اللاعبين الجزائريين. هل حدث أمر ما بدنيا في التدريبات؟ مش عارف. مجاني على الجهة اليمنى يطلبها زفان. مجاني وزفان. مجاني يفضل يرفع كرة ما عالية بالشكل اللازم. ارجع يا مجاني، حذاري ما تنساش نفسك، انت قلب دفاع اليوم وليس مستوى وسط ميدان. حذاري يا مجاني. اي نعم الكاميرون غير مزعج، اي نعم نطلعوا الدفاع من الخلف باش نضغطوا اكثر، ولكن حذاري. كرة لفوزي غلام في التماس لصالح المنتخب الجزائري. فوزي غلام يلعبها مع اسلام. اسلام هيلة لهلال. دخل هلال. لولا التسديدة من هلال صدها الحارس الصغير فابريس اندوا ويتمكن من التقاطها. لم تكن فيها القوة اللازمة يا هلال. رائعة التمريرة من اسلام ورائع هلال. لو سجلت ثنائية اليوم يا هلال. يا هلال. الجماهير اللي تدخل على الساعة 8 صباحا مباراة تلعب على الساعة 8 ليلا، مش ممكن نطلب منها انها تهتف او تشجع. جماهير دخلت على الساعة 8 صباحا إلى مدرجات ملعب مصطفى تشاكير 8 صباحا وانت تغني وفرحان. لما وصلت المباراة خلاص انتهى كل شيء. كرة من هناك للياسين كادامورو على الجهة اليسرى. كادامورو بجنبه عدلان قديورة يفضل يلعبها على الجهة اليسرى من هناك لفوزي غلام. فوزي غلام لياسين إبراهيمي. ياسين إبراهيمي غير تماما. كرة ممتازة هيلا لياسين. البحث عن رياض محرز والتغطية من الحارس اندوا. اللاعبين اتمنى انهم يدركون بانها ليست مباراة ودية. سفير طيدير ضيع الكرة وانطلاقة كامرونية صعبة وخطيرة من هناك على الجهة اليمنى مع صالي. وصلها من هناك خطيرة. صالي ضربة مرمى سيد الحكم. ضربة مرمى. لا قال ركنية. قال ركنية حكم المباراة. ممكن هي ركنية. مادام اللاعبين لم يحتجوا فهي ركنيه لصالح المنتخب الكامروني بعد 17 دقيقه لعب منذ انطلاقه الشوط الثاني. هدف لهدف الجزائر الكامرون في اولى مباريات تصفيات كاس العالم خاصه بمنطقه افريقيا. بعد شهر سيكون الموعد في نيجيريا مع المباراه الثانيه. اسلام سليماني تفوق. كره كامرونيه. ياسين تفوق وراحت مباشره. ضربه مرمى للحارس رايس وهاب مبولحي. علي طبعا جماهير المنتخب الجزائري استفادت في هذه اللحظات ان اللاعبين في حاجه الى دعمهم في هذه الظروف. لاعبين لا يمكن ان يكونوا دائما في المستوى العالي، ولو انه مع المنتخب ومع بلدك تكون دائما في المستوى العالي مهما كانت الظروف، ولكن هم بحاجه الى دعم جماهيري. معروف على جماهير ملعب البليده، معروف انه الجزائر عمرها ما خسرت في هذا الملعب، في ملعب مصطفى تشاكير. الكاميرون في 6 مباريات الاخيره خارج قواعد ولم يتلقى اي هدف. اليوم تلقى اول اهدافه. الكاميرون لم يسبق وان فزنا عليه، ولكن في تصفيات كاس افريقيا لعبنا معه، وفي النهائيات لعبنا معه 5 مباريات رسميه في اطار نهائيات كاس افريقيا. عمرنا ما ربحناه، تعادلنا وخسرنا، ولكن لم نلتقي معه في تصفيات كاس العالم. هذه اول مره نلتقي في الجزائر وسنلتقي في الكاميرون في مباراة العودة. كل مبارياتنا كانت خارج الجزائر والكاميرون. وانطلاقة كاميرونية. حذاري من الهجمات المعاكسة وخفي خطأ. نعم في خطأ من ياسين كادامورو. قد يمنحك البطاقة الصفراء. قد يمنحك البطاقة الصفراء يا الياسين.
تعرف نلاحظ على وجوههم اللاعبين الجزائريين ارهاق شديد جدا او عدم قدره على زياده الريتم. تحس بانه اللاعب او الفريق او المنتخب مش قادر على الرفع من رتم هذه المباراه لسبب ما. السبب انا اتحدث عن الجانب البدني ليس اللياقه، اتحدث عن الرتم وعن الحضور في الثنائيات وفي الكرات. رايباتش يتشاور ما العمل؟ ندخلوا سفيان في مكان من؟ هل انطفأ سوداني؟ هل اختفى سوداني؟ هل تعب سوداني؟ ام لان الكرات لم تصله؟ هل نضحي بوسط ميدان؟ صعب انك تضحي بقديوره او بطايدير، برياض محرز او سوداني. انا نفضل الانتظار لانه لعبنا فقط 19 دقيقه، نفضل ننتظر وقت اخر. كرة صعبة في المخالفة لصالح فينسون أبو بكر، مهاجم سابق لنادي بورتو، يلعب في نادي بلجيكتاش. 47 مباراة مع منتخب الكاميرون، والكرة بعيدة الكرة هذه من فينسون أبو بكر. 13 هدفا سجلها مع منتخب الكاميرون. الكرة تلعب من هناك على الجهة اليسرى في اتجاه الياسين كادامورو. حذاري يا ياسين. مجاني ما مش قادرين يا فريد للاسف، ما مش قادرين. احنا متعادلين هدف لهدف ولسنا متفوقين. اي نعم بالنسبه لكم ما زال 5 مباريات، تعادل افضل من الخساره، ولكن راح نضيع نقطتين ونمنح نقطه للكاميرون ونمنح نقطتين لنيجيريا طبعا، ولو الحسابات ليس بعد. كرة لرياض محرز على الجهة اليسرى، وانطلق عدلان قديورة، ماهوش متسلل، لحقها عدلان يوزع كرة ولا الحارس ممتازة من عدلان قديورة، والحارس صدها. حذاري يا ياسين، حذاري يا ياسين، راحت سهلة مباشرة لرئيس وهاب بولحي. يلا مع غلام يلعبها ياسين. 20 دقيقة لعبنا منذ انطلاقة الشوط الثاني، لاعبين منقبضين مش قادرين يرفعوا الريتم، وانا ايضا منقبض ومش قادر ارفع الريتم. كان منذ الصباح الباكر وانا منقبض، يعني ان شاء الله خير. كرة في الخلف لياسين كادامورو، يلعبها مع مجاني يبحث عن زفان. مهدي زفان انطلق، طلبها هلال، مهدي زفان يلعبها مع هلال، استلمها هلال يمر، هلال ولا لا اخطأت يا هلال، خطأ وبطاقة. نعم خطأ وبطاقة يا هلال، خطأ وبطاقة يا هلال. نعم ما تتكلمش مع الحكم من فضلك هلال، خطأ واضح والبطاقة الصفراء مستحقة يا هلال. هل لأنك تعبت؟ هل لأنك حاب تسجل بكل الطرق؟ شوف تدخلك واضح. نعم تستحق البطاقة الصفراء يا هلال. ممكن هلال العربي السوداني مسجل الهدف هو اللي يخلي مكانه لسفيان فغولي. تدخل هنا كان واضح من هلال العربي السوداني والبطاقة الصفراء. نقترب من الدقيقة 70 مشاهدي الأفاضل. سيناريو تاع مباراة غير متوقع تماما بهذا الشكل، غير متوقع فنيا. نتحدث هنا خطأ يقول حكم المباراة ضد المدافع مهدي زفان. نعم انت قصير القامة، طبيعي انك تصعد فوق المهاجم لكي تتفوق في الكرة. شوف طبيعي انك تصعد فوقه لكي تتفوق على كارل توكو إيكومبي. كرة في المخالفة لصالح بنجامين موكانجو، صعبة على الرئيس وهاب بولحي. حذاري الكرات هكذا المقوصة الداخلة، حذاري 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 حذاري. هلال هو اللي خرجها براسه ركنية. هلال العربي السوداني هو اللي خرج الكرة هذه بالراس في وقت سيحدث تغيير في التشكيلة الكاميرونية بعد حين مع دخول سياني سيباستيان. وسط ميدان هجومي. والركنية ياخذ كامل وقته اللاعب موكانجو.
لإعادة هذه الكرة لرفقائه. والتغيير يحدث الآن مع خروج جيل شوتشوين وسط ميدان ودخول وسط ميدان آخر سيباستيان سياني. سبعة وعشرين سنة يلعب في نادي أوستاند، يأخذ مكانه الآن سياني في وسط ميدان منتخب الكاميرون. تغيير واحد في كل تشكيلة وركنية صعبة ستير لصالح المنتخب الكاميروني. من هناك على الجهة اليمنى تلعب في القائم الأول وإسلام يتفوق بالرأس. ما زالت كاميرونية صعبة. من هناك على الجهة اليمنى لصالح موكانجو، أرضية والكرة الحكم يقول لك العب يا رئيس بيمناه. رئيس كرة بعيدة للأمام، البحث عن رياض محرز، تغطية دفاعية. من هناك هلال العربي السوداني يضغط هلال، حذاري من الخطايا هلال. رجعت لنكولو في الخلف، اول كره لسياني يلمسها، تدعيم خط وسط الميدان من جانب اللاعبين الكاميرونيين. هل تحول هلال العربي السوداني الى قلب هجوم اضافي وراح ياسين ابراهيمي على الجهه اليسرى؟ من هناك طبعا هناك امكانيات في التنويع وفي تغيير اللعب، نصبح نلعب بمهاجمين اثنين، اسلام وهلال، وياسين يروح من هناك على الجهه اليسرى. مش عارف. تسترجع الكره من رياض محرز والانطلاقه، رياض محرز يوصلها لاسلام سليماني، طلبها رياض يا اسلام، اسلام لرياض مره ثانيه، والتغطيه الدفاعيه للتماس. المنتخب الجزائري اليوم عنده خلل في الحيويه البدنيه، يعني مش عارف، مش قادرين على رفع الرتم، ومش هو هل منقبضين نفسيا؟ لانه لما تكون نفسيا ايضا متاثر او عليك ضغط ينعكس ذلك على البدن. ولكن الشيء الاكيد انه ليس هذا هو منتخبنا في من حيث الحيويه البدنيه. عدنان قديوره ممتازه، يوصلها لياسين، يلعبها لفوزي غلام من هناك على الجهه اليسرى. فوزي غلام فاتته، فوزي غلام مش متعود انه ما يلحقش كرات مثل هذه مثلا. خليني لو نروح للتفاصيل تكتشفوا الكثير من الاشياء من ناحيه الحيويه البدنيه اللي ناقصه اليوم لعناصر المنتخب الجزائري. هل سيصل بنا الوقت اثناء هذه المباراه لكي نقول بان التعادل افضل من الخساره، ونقول بان التعادل نتيجه طيبه بالنسبه للمنتخب الجزائري؟ مش عارف، ليس بعد، ننتظر اللي نرى. رياض محرز في وسط الميدان يلعبها، البحث عن اسلام سليماني، الكره لم تصل. حذري 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 حذري، تروح لي مباشره لمبولحي. اوه يا ريس، يا ريس، كرة ريس من حسن الحظ راحت مباشره للتماس لعناصر المنتخب الكاميروني. مباريات المنتخب الجزائري في البوليدة في تصفيات كأس العالم ستكون صعبة كثير. أنا متأكد بأنه في زامبيا وفي نيجيريا وفي الكاميرون سيلعبون أفضل، متأكد من ذلك، لأن الضغط سيكون على الخصوم، سيلعبون من دون ضغوطات كبيرة جدا مثل الضغط المفروض عليهم اليوم في هذه المباراة أمام منتخب كاميروني. كرة بعيدة، ياسين كادامور بالراس، إسلام سليماني بالراس، هلال سوداني لم يقدر، تسترجع من هناك من رياض محرز، ولكن تروح مباشرة ضربة مرمى. دخلنا ال 20 دقيقة الأخيرة مشاهدي الأفاضل من عمر هذه المباراة الصعبة والمنهكة والمرهقة والمتعبة للبدن وللأعصاب، مرهقة بالنسبة إليكم أيضا مشاهدي الأفاضل، أنا متأكد من ذلك. لكن كرة هي هكذا، عمرك ما تفوز بمباراة قبل ما تلعبها، وعمرك ما تتأهل إلى المونديال من دون أن تحط رجلك وتكون مستعد في كل مبارياتك داخل الجزائر وخارج الجزائر. كرة ضايعة مرة أخرى تسترجع من عدنان قديورة، البحث عن رياض محرز، لم تصل الكرة. مجاني تروح في وسط الميدان كاميرونية، ياسين إبراهيمي يضغط الآن، حذري من هناك على الجهة اليمنى يا فوزي وغلام، في حاجة لمساندة فوزي على النيوم، يستلمها يلعبها مع قلب دفاع كاجو، ترجع كاميرونية بدفاع متقدم، عرضية الكرة على الجهة اليسرى لصالح الخطير موكانجو، والتغطية الدفاعية من مجاني ثم من مهدي زفان. يزيد يمشي شوية وقت ويبقى الحال على ما هو عليه، نتمنى تنتهي المباراة هذه بالتعادل. يزيد يمشي الوقت، نعاود نقول يمشي الوقت
وتبقى الامور على ما هي عليه. نتمنى تنتهي المباراه هذه بالتعادل، وبعد ذلك سيكون كلام اخر في الخمس مباريات المقبله. المهم انه كاميرون لا يفوز علينا اليوم، المهم انه لا نخسر اليوم في ظل الظروف اللي رانا عايشينها في هذه المباراه. نعم ظروف خاصه. يلا الجمهور استفاق الان، هل ستكون الاستفاقه اللازمه؟ بعيدا الكره هذه لهلال العربي السوداني، سهله للحارس يلتقطها من امام هلال. فابريس اوندوا تقريبا بقات 17 دقيقه نتاع الجماهير تضغط اكثر، يطالب اسلام الجماهير الحاضره في ملعب مصطفى جاكير بان تدفع اكثر. عدلان قديوره بالراس، ياسين كادامورو، فوزي غلام مر امامك يا الياسين، ولكن فوزي قال له لا انا موجود، كره صعبه، حذري حذري. الحكم يقول لك لا ليس هناك اي شيء. بارع ورائع انت يا فوزي غلام، تلعب في نابولي، لذلك وقفت هذا المهاجم الكاميروني الذي تجرأ ان يمر من امامك ومن امام الياسين كادامورو. عدلان قديورة يبعد على الكرات البعيدة، هايلة من عدلان، التغطية دفاعية كاميرونية. وينهم المساعدة؟ وينهم؟ زيدوا ضغطوا شوية. رياض محرز لم يقدر، تسترجع كاميرونية في الخلف، الاعتماد على الكرات البعيدة للأمام. مهدي زفان يتفوق، مهدي تروح لعدلان قديورة يلعبها مع سفير طيدير، ربما أيضا سيخرج سفير طيدير، ربما، لأننا في حاجة إلى إسلام وهلال في الخط الأمامي. فوزي غلام، وكذلك نحن في حاجة إلى أن نخسر. مجاني على الجهه اليمنى، جمهوره صابر. مجاني، اي ضيعتها يا مجاني، ضيعتها، وحذاري خلفك يا مجاني. كادامورو في التغطيه، تروح لرياض محرز يلعبها مع زفان رياض ياسين، ضاعت الكره والانطلاقه كاميرونيه. حذاري من الكرات في العمق، وسهله الكره هذه. خافوش عليك يا فوزي غلام من هناك على الجهه اليسرى، ابدا لا نخاف عليك. غزال سياخذ مكانه في هذه اللحظات القادمه وسط ميدان هجومي في تشكيلة فريق ليون. رشيد غزال تلعب من عديان قديورة ناحية زفان يرجع للخلف. بقدر ما قلنا بأن التشكيلة تقريبا منطقية، لأنه أنك تبقي ياسين إبراهيمي وسفيان فغولي في كرسي احتياط لأنهما لا يلعبان مع نواديهم أمر عادي، لأنهم ليسوا في أفضل الأحوال أمر عادي. تغيير إقحام إبراهيمي في مكان رياض بودبوس أيضا طبيعي. إقحام غزال كذلك، توزيعة والدفاع. إقحام غزال الآن أيضا تغيير في محله، مش عارف، كل شيء في محله، لكن الشيء اللي ما هوش في محله هو هذه الحيويه الناقصه بالنسبه لعناصر المنتخب الجزائري، وهذا الضغط المفروض عليهم. غزال سيدخل الان في مباراته السابعه مع منتخب الجزائر، واحد من اللاعبين الشبان 24 سنه، ياخذ مكانه في هذه اللحظات. غزال نعم في مكان هلال العربي السوداني، ايضا تغيير تقريبا متوقع، لانه هلال نعم خطير، ممكن حتى ولو برجل واحده هلال ممكن يصنع لك الفارق في كره واحده في لقطه واحده، ولكن ممكن بدنيا ايضا مرهق، تعب، مش عارف التعب من جاهم هذا في بدايه شهر اكتوبر في مباراه هامه اولى. هكذا المنتخب الجزائري ناقص حيويه. وينك يا عيسى مندي؟ وينك يا عيسى مندي؟ للاسف مصاب دافع نادي اشبيليا الاسباني. دخلنا ربع ساعة الأخير مشاهدي الأفاضل. أنا كنت متشائم اليوم وذكرت وتكهنت بنتيجة 2-2 وتكهنت بالتعادل، مش عارف أقول كنت متشائم، مش عارف حتى من الصبح يعني كان بادي علي هذا التشاؤم، مش عارف منين. ضاعت من عدلان قديورة وانطلقة صعبة لصالح المنتخب الكاميروني. حذاري على الجهة اليسرى، محاولة المرور من قبل أبو بكر. أولا لا، كاد يفعل أبو بكر. هاي الكرة التي تحرككم من المفروض، هاي الكرة التي تحرككم. راح رياض محرز يا عدلان، استلمها رياض، يراوغ رياض لإسلام. طلبها رشيد في القائم الثاني. هاي الكرة وهاي اللقطة اللي تحرككم من المفروض. كاد الكاميرونيون يسجلون عليكم، يجب أن تستفيقوا في 12 دقيقة الأخيرة من عمر اللقاء. رياض محرز لإسلام،
والتغطيه الدفاعيه من نكولو العملاق ينقذ مرماه ويخرجها. الكره هذه واللقطه التي ضاعت وانقذها الرئيس وهاب بولحي. هاي الركنيه من الرياض راحت لياسين ابراهيمي من هناك في القائمه الثاني. مش قادر حتى يجري ياسين، قادر مش هذا هو ياسين، مش قادر حتى يجري ياسين. كنت كالفراشه ياسين، كنت كالنحله، كنت مثل فنان يعني. اوكي عندك مده ما لعبتش، واثقين فيك وعارفين بانك ستعود. هاي الكره الصعبه بابكار مر بسهوله من امام مدافعين الاثنين، مثل ما رياض راقب كره ببراعه ومررها لاسلام، ولو انه رشيد غزال طلبها من هناك. اعطيه الكرات لرشيد، العبوا مع رشيد غزال كثيرا في 12 دقيقه المتبقيه من عمر هذه المباراه. ياسين كادامورو رجع للخلف، لعبوا لنا رشيد غزال، نشوفوه كادامورو في الوسط. سفير طيدير، الكره العرضيه البعيده تماما لرياض محرز، يراقب الكره رياض، ينطلق رياض، عنده الكره رياض، يمر رياض، يوصل رياض، خذها رياض، راح رياض من هناك رشيد، الكره لياسين، ياسين ورياض وخطا. يقول حكم المباراه خطا. رياض محرز يستفيد من مخالفه خطيره كثير لصالح المنتخب الجزائري. رشيد غزال طلبها، لعبها مع ياسين ابراهيمي، والحكم في نهايه المطاف صفر خطا. هاي التفاصيل تفاصيل اللي تصنع الفارق. كرات مثل هذه ومخالفات مثل هذه لرياض محرز، لسفير طيدال، لفوزي غلام. ما كان مثل هذا تاع فوزي، كان مثل هذا لفوزي غلام. سفير طيدال ورياض محرز لما تكون الكره قريبه شويه. تحدثت لكم منذ حين عن احساسي اليوم. طبعا هي مجرد مشاعر، الواحد فيكم كانت عنده مشاعر وعنده توقعات وعنده تكهنات. سأتحدث لكم عن توقعاتي ومشاعري ايضا لما هو قادم. خلينا نكملوا هذه المباراة ان شاء الله سلامات من دون خسارة. اقول من دون خسارة لانه حتى التعادل مؤثر، ولكنه لن يكون مخيبا وسيكون محفزا بالنسبة للمنتخب الجزائري. كرة في المخالفة لصالح رياض محرز وفوزي غلام. هذه كرة فوزي غلام، كرة فوزي غلام يا رياض، تضرب في الجدار، تروح لياسين ابراهيمي. ياسين ابراهيمي ينتظر الكرة، يراقبها، يبحث عن المراوغة، ما زال عنده الكرة ياسين. يلا ياسين، ياسين يراوغ، ياسين يلعبها كرة بينية ممتازة لفوزي غلام، والتغطية الدفاعية، تغطية دفاعية للتماس. 9 دقائق قاتلة نهاية الوقت الرسمي للمباراة. التعادل هدف لهدف في الجزائر الكاميرون. ينفذ التماس، ياسين ابراهيمي يلعبها بينيه، ضاعت الكره هذه من عند رشيد غزال لصالح المنتخب الكاميروني، بعيده تماما. التغطيه من مجاني، تروح مباشره لمجاني، يلعبها مع زفان، كره بعيده للامام يا زفان مع اسلام سليماني، وصل لرياض والتغطيه الدفاعيه. يلا يا اسلام، والدفاع الكاميروني. وين راكم باقيين في الخلف يعني؟ وين راكم باقيين؟ وين؟ تقدم شويه يا طيدار وتقدم يا عدلان. والانطلاقه صعبه للمنتخب الكاميروني. حذر يا فوزي يا غلام، حذر يا فوزي. والكره ضربه مرمى. نعم، خافوش عليك، قلنا لك يا فوزي ما نخافوش عليك. الفريق كله مرهق، الفريق كله يبان تعبان، الفريق كله في حاجه الى رتم تغيير ثاني في تشكيله منتخب الكاميرون الان، مع خروج إدغار سالي ودخول اللاعب ندي دانيال ندي. طبعا عادي ايضا تربح الوقت. خروج إدغار سالي ودخول دانيال ندي في هذه اللحظات من عمر المباراة.
عادي، يجب ان نتقبل، لانه لو كان لعبنا وكنا فايزين ومتعادلين نعمل نفس الشيء. دانيال اندي ياخذ مكان ادغار سالي، تغييران في تشكيله منتخب الكاميرون، تغييران ايضا في التشكيله الجزائريه. 7 دقائق الاخيره الان من عمر المباراه. الكره لصالح مهدي زفان، بعيدا الامام لاسلام سليماني، حطها مباشره لغزال. رشيد غزال يرجع لرياض، جاهنا من اجل استلام الكره. رشيد يستلمها مره ثانيه، يبحث عن المراوغه. غزال يلعبها في الوسط، هيله لعدلان. عدلان يلعبها مره ثانيه لرياض. رياض مع رشيد، يا رياض مع رشيد غزال، والكره ضايعه. ثم الانطلاقه الكاميرونيه على الجهه اليسرى عن طريق ايكومبي لبابكار. والتفوق هنا من سفير طيدير، يلعبها مع رياض محرز محتفظ بالكره، يلعبها لسفير طيدير مره ثانيه مع عدلان. سفير طيدير مع فوزي غلام من هناك على الجهه اليسرى. طلع شويه يا عدلان ويا سفير طيدير. فوزي غلام لا والدفاع من امام اسلام. كره بعيده، اسلام مره ثانيه والدفاع يخرجها، رجعت لسفير طيدير لعدلان، عنده تسديداته. عدلان جول! با 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 صاروخ هذا يا عدلان، صاروخ يا عدلان، صاروخ يصدها الحارس. هل رأيتم في حياتكم حارس يصد صاروخ أو طائرة تصد صاروخ؟ هذا طائر في السماء يصد صاروخ. نعم من عدلان. واو با 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 با. حرام كرة مثل هذه لا تدخل يا عدلان، حرام كرة هذه مثل هذه لا تدخل يا عدلان يا قديورة في ال6 دقائق الأخيرة من عمر المباراة. عدلان قديورة مرة ثانية لياسين إبراهيمي، وصلته ياسين من هناك، يلا خيبوني. أنا قلت اليوم بأنه مقبوض، قلت بأني متشائم، وقلت بأنه أشعر بأن أمرا ما سيكون اليوم. خيبوني وكذبوني في مباراة اليوم. تلعب في اتجاه رياض محرز، والكرة راحت بعيدة، تماما للتماس. قلت اليوم بأن مشاعر تغمرني بأن الأمور لن تكون كما نتمناها اليوم أمام منتخب كاميروني. أنا لم أقصد الخسارة، لكن قصد التعادل. وصلت حتى وإن قلت 2-2، لكن يبدو أن التعادل سيكون، ولكن 1-1 وليس 2-2. عدلان قديورة تقديم الرجل وخطأ، يصفر حكم المباراة قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء. يلا خليوني نوقف الآن ونشوف إذا كان شيء ما يتغير في هذه المباراة بين الجزائر والكاميرون في ال5 دقائق الأخيرة. شوف يا عدلان، يا حارس رائع وبارع، صد كرة من أروع ما يكون من عدلان قديورة. اللحظات الأخيرة الآن من عمر المباراة، اللحظات الأخيرة الآن من عمر المباراة. الكاميرون يبدو أنه سيبقى شبحا أسودا بالنسبة للمنتخب الجزائري. طبعا لم يسبق وأن فزنا عليه سوى في مباراة ودية، التقينا في 5 مباريات في التصفيات وفي نهائيات كأس إفريقيا خارج الكاميرون وخارج الجزائر. هذه أول مباراة داخل الجزائر. تعادل لحد الآن بهدف مقابل هدف بين المنتخبين. جماهير حائرة، احنا حايرين منكم لأنكم اليوم كنتم متفرجين ولم تكونوا مناصرين كالمعتاد. حايرين منكم لأنه التحقتوا بالملعب على الساعة 8 صباحا. لا يمكن أن ننتظر من جماهير تدخل الملعب على الساعة 8 مساء صباحا أن تكون جاهزة في 8 مساء. ال5 دقائق ال4 دقائق الأخيرة الآن سنلعبها. الكرة في المخالفة لصالح تشيجو، يلعبها بينية، التغطية الدفاعية من زفان مرة ثانية يخطئ، وطيدير، والكرة راحت سهلة للحارس رئيس وهاب بولحي، يلعبها لفوزي غلام. ما طلعوا، خرج يا من يا نسيت اسمك. رشيد غزال من هناك على الجهة اليسرى يستفيد من تماس، يقول حكم المباراة. غزال يلعبها لياسين إبراهيمي خلفه سفير طيدير يبقى مع ياسين من هناك. لعبوا ياسين ورشيد، ياسين عنده الكرة، ياسين يمر لرشيد غزال، يلعبها يا رشيد يا غزال، معليش. رشيد غزال كورته لفوزي غلام راحت. 3 دقائق كانت على نهاية مباراة متعبة شاقة وصعبة. يا ريت لو ما لم تحدث هذا التغيير، لانه في ال3 دقائق الاخيره انت تبحث عن هدف ثاني، خلاص يعني راح توقف لنا اللعب في باطل. يعني حتى اللاعب اللي يدخل في ال3 دقائق الاخيره ما عنده ما يعمل من عمر هذه المباراه، حتى ولو ان الحكم سيحتسب 3 دقائق من الوقت بدل الضائع. سفيان فغولي يدخل في هذه اللحظات في مكان رياض محرز على الجهه اليمنى من الخط الامامي، او يروح تماما في الوسط. لو تفعلها يا سفيان
الكرة من هناك كامرونية. ياسين كادامورو في التماس لصالح المنتخب الجزائري. يا ياسين الكرة راهي من هنا، الكرة راهي عند غلام يا ياسين. كاين 20 كرة على خط التماس مش واحدة. سفير طيدير يلعب مباشرة مع مجاني على الجهة اليمنى في اتجاه مهدي زفان. مهدي زفان الكرة البعيدة العالية لإسلام. وحدك يا إسلام. وضعية تسلل، رجعت منها وضعية تسلل يا إسلام. مش قادرين اللاعبين الجزائريين على زيادة الريتم ورفع النسق، وحتى اللعب لعبهم مش قادرين. في خرجة أولى للمنتخب الجزائري في ملعب مصطفى تشاكير في البليدة أمام الكامرون، وما أدراك من الكامرون ولو أنه ليس الكامرون زمان. كنا قادرين نفوز عليه، فرص ضيعناها ولكن لم نلعب بصفة جيدة. كرة بعيدة لرئيس وهاب بن بلحي يخرج ويلتقطها. الدقيقتان الأخيرتان من عمر الوقت الرسمي للقاء لياسين كادامورو مباشرة لسفير طيدير. سفير طيدير على الجهة اليمنى يحطها لزفان. فرج لي يا زفان، ما ترميش كرة، الله يرحم والديك. فرج لي يا زفان. يرجع للخلف ناحية عدلان قديورة. تنظيمهم رائع اللاعبين الكامرونيين. خلوني نقول لكم في هذه اللحظات الاخيره من عمر المباراه، خلي بعد هذه الكره، بعد هذه الكره من فوزي غلام يوزعها فوزي غلام لاسلام. اسلام داخل منطقه عمليات، ما زالت عنده الكره. اسلام يرجع لفوزي مره ثانيه. فوزي باليسرى يوزع كره باليمنى وسهله للحارس. نقول لكم الان بانه مثل ما كان احساسي كبير اليوم باننا سنتعثر امام الكاميرون، فان لدي نفس الاحساس القوي والكبير باننا سنفوز في نيجيريا بعد شهر. تقولوا هذا مجنون. أقول لكم نعم، كان عندي إحساس بأننا سنتعثر اليوم أمام الكاميرون، وعندي إحساس بأننا سنفوز في نيجيريا بعد شهر. وهكذا هي الكرة، يوم لك ويوم عليك. والتصفيات ورحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة. أنت متسلل. رحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة. الخطوة كانت اليوم متعثرة أمام المنتخب الكاميروني في يوم. انت متسلل يا اسلام. في يوم كان من الايام التعيسه بالنسبه للمنتخب الجزائري. تعاسه ارضيه الميدان، تعاسه اداء بعض اللاعبين، تعاسه الاداء عموما. يعني نتكلم عن الريتم وعن النسق وعن السرعه في الاداء اللي كانت غايبه اليوم على التشكيله الجزائريه. سفير طيدير في الوسط، وانطلق من هناك من فوزي غلام. فوزي انطلق، فوزي عنده الكره يطلبها اسلام، يزيد فوزي. يلا يا فوزي يلعبها مع سفيان. اول كره لمسها سفيان. اي ضيعتها يا سفيان. حذري 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 حذري. اجتاز الكره من هناك من ياسين كادامورو. سفيان لم يتمكن منها في وسط الميدان. الكره على الجهه اليسرى، كل هدوء كل رزانه اللاعبين الكاميرونيين. حذاري من الكرات البعيده، حذاري من الكرات البعيده، حذاري. يستلمها سفير طيدير في وسط الميدان، يرجع للخلف. ياسين كادامورو طلبها عدلان قديوره، وصلت مباشره لزفان. كم الوقت بدل الضائع؟ 4 يقول الحكم. رشيد غزال استلمها، توغل رشيد يلعبها ثنائيه. يعطيله في الرجل يا ياسين يا رشيد مع ياسين ابراهيم. لم يتمكن منها. ترجع لعدلان قديوره. عدلان قديوره الكره البينيه لوين؟ لياسين. ضاعت. حذري 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 حذري. زفان استرجعها. رشيد غزال يرجع كذلك للخلف، والتدخل من عدلان. حكم خلى الافضليه. حذاري يا رشيد يا غزال، حذاري يا زفان. تماس لينا سيد الحكم. حكم المساعد قال لينا والرئيسي قال الكاميرون، وبعدين في نهايه المطاف هي لزفان. لا هي لينا ولا للكاميرون، هي لزفان على الجهه اليمنى. يلعبها مباشرة مع سفير طيدير. ياسين كادامورو مش قادر حتى يجري سفير طيدير. ياسين كادامورو يتوغل، يلعب عرضية من هناك لفوزي غلام. يلا يا فوزي حذري يا اسلام من التسلل. فوزي غلام الكرة الأرضية والدفاع يتدخل، تكون مرفوعة بالشكل اللازم. بعد انت يا عدلان بعيد، فيه خطأ، فيه خطأ يا عدلان، اخطأت. الحكم من جنوب افريقيا ما عندنا ما نقولوا فيه، لا احنا ولا الكاميرون ممكن يقولوا عليه اي شيء. اخطا في حقنا واخطا في حق الكاميرون، واعطانا واعطى الكاميرون. ذكي جدا هذا الحكم، وكان ذكي جدا لما لم يشارك في اجتماع الكاف، في اجتماع الكاف واجراء التجارب التست كوفير التي لم يجريها الحكم، وكان غيابه طرح العلامات الاستفهام. حذاري، وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح؟ الكره هذه التغطيه من مجاني. سفيان فغولي لم يقدر عليها.
مش عارف انا الان نقول يا ربي يصفر الحكم، مش عارف، نقول يا ريت يصفر الحكم نهايه هذه المباراه حتى ولو بالتعادل هدف لهدف، يا ريت يصفر حكم المباراة. ولكن تذكروا ماذا قلت، كان عندي إحساس اليوم بأن المباراة ستكون صعبة وستنتهي بالتعادل، وعندي إحساس بأننا سنفوز في نيجيريا في المباراة الثانية، لأننا مطالبين بالفوز في نيجيريا وفي الكاميرون وفي زامبيا وفي كل مكان إذا أردنا التأهل إلى المونديال. التغطية الدفاعية من هناك من أمام سفيان فغولي، تروح للتماس لصالح مهدي زفان، يرجع للخلف لمجاني. شوف منتخب في بلاده متعادل هدف لهدف مش قادر يزيد في الريتم، معناه فيه خلل هل في التحضير البدني، هل كان فيه ضغوطات شويه على اللاعبين، مش عارف، لا املك المعطيات ولكن قد يبدو هذا الامر. لاعبين هل متاثرين بشيء ما معنويا، مش عارف. سفيان فغولي استلم الكرة على الجهة اليمنى مع رشيد غزال، حط له الكرة، روح يا سفيان، رجعت له سفيان، انطلق سفيان، كرة هدف، التوزيع من سفيان، ليس للحارس يا سفيان، ليس للحارس يا سفيان، الله يخليك. الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر هذه المباراة، كرة أخيرة ضاعت وأخيرة ويصفر بعدها الحكم. حذاري يا رايس، حذاري يا رايس، يستلمها رايس وهاب المبولحي، بقات 30 ثانية يا فوزي يا غلام، يلعب من هناك لياسين ابراهيمي، ضاعت له، راحت لاسلام. اسلام هي الكره، اسلام ضيعها، محاصر ولكنه ضيعها، يسترجعها مره ثانيه، تروح في الوسط للاعبين الكاميرونيين. ياسين كادامورو يخرج يتفوق، يلعبها لعدلان قديورة. يا عدلان، هدف كرتك لم تدخل الشباك، عجيب. وصلت لسفيان فغولي على الجهه اليمنى، سفيان يرجع للخلف، ارفع يا سفيان، ارفع يا سفيان، يرجع مره ثانيه على الجهه اليمنى لزفان، التوزيع، وينك يا غلام؟ الحكم صفر نهاية مباراة شاقة ومتعبة ومرهقة بالتعادل هدف لهدف. أحسن لنا أننا لم نخسر هذه المباراة، كان بإمكاننا الفوز مثل ما كان بإمكان الكاميرون الفوز. اختلالات واضحة، غياب بن طالب، غياب مندي، فغولي إبراهيمي ليس في أحسن أحوالهم، هذا ليس تبرير، لا ليس تبرير عفوا، أنا كنت أتوقع هذا السيناريو الصعب، ولكنني أتوقع وأنتظر وأتمنى بأن الفوز القادم سيكون في نيجيريا بإذن الله بعد شهر. شكرا لكم، ألقاكم وأنتم بألف خير مشاهدي الأفاضل، سلام. الأخضر